السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين. الكبيدات غادي نحضر معكم، نطحن معكم هاد الكفته ديال البقري. ومن طبيعه الحال غادي نشارك معكم هاد الاله هادي ولا هاد الماكينه هادي ديال الكفته، شي حاجه اللي كتكون عندكم في الدار كتسهل عليكم الامور. الا بغيتو تحتاجوا الكفته، الا بغيتو طحنوا الكفته كتكون عندكم في الدار، شي حاجه اللي دغيا دغيا كتوجد لكم الكفته ديالكم. بعض المرات هاد الكبيدات كنبغيو نطحنو الكفتة، كيكون الكزار بعيد علينا ولا مكاينش شكون اللي تسخر لينا، وكتكون عندنا هاد الآلة هادي في الدار دغيا دغيا كنوجدو الكفتة. بعض المرات كنجيبو غير الدجاج، كنبغيو نحيدو داك الصدر ديالو كنطحنوه دغيا كيوجد لينا. مرة أخرى إن شاء الله غادي نصرمل معاكم اللحم ديالنا، وغادي نخرجو الكفتة مصرملة مقادة بالعطرية ديالها بالصرمولة ديالها. مرة أخرى غادي نشارك معكم هاد الطريقة، ومرة أخرى غادي ندير معكم إن شاء الله نطحنها معكم باللوج بالقرقاع بالبيسطاج مرة أخرى إن شاء الله. كل مرة غادي نحضر معكم مسكل. الله يجعل ربي يحفظكم أختي. وكما كتشوفوا تبارك الله الكفتة مطحونة على حقها وطريقة، بحال طحناها عند الكزار. وملي كنساليو من الماكينة راه حنا كنحلوها من طبيعة الحال وكنغسلوها وكنشفوها ونردوها لبلاصتها. كنتمنى الكبيدات يعجبكم هذا الفيديو هذا. وكما كتشوفوا راه العيد دابا جاي، كنحتاجوا الكفته شويه بزيت، والصراحه بلا عيد راه حنا كنخدموا الكفته بزاف. يلا اختي، الله يجعل ربي يحفظكم اختي والله يسهل عليكم.